بزاف كيسولوا على المكانة ديال الصحراء المغربية في الاقتصاد ديال الدولة المغربية، واش هاد الرقعة الأرضية من الوطن العزيز كتشكل رقم كبير في الاقتصاد الوطني أو العكس؟ نعطيكم أولا أرقام حول الصحراء المغربية. مساحة الصحراء المغربية كتقارب تقريبا 266 ألف كيلومتر مربع، وهي أكبر من بريطانيا اللي عندها 243 ألف كيلومتر مربع، وتقريبا المساحة ديالها كتعادل المساحة ديال نيوزيلندا اللي عندها 268 ألف كيلومتر مربع، وأكبر من غينيا الاستوائية والبرتغال وكوريا الجنوبية. يعني الصحراء المغربية كتعتبر منطقة واسعة جدا مقارنة بعدد كبير من الدول المتوسطة الحجم. ملي كنهضروا على الصحراء المغربية وبالضبط الرقعة الجغرافية اللي كندويو عليها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فكنهضروا على الجزء اللي كيجي من بعد جهة كلميم ودنون، يعني مباشرة من بعد إقليم طنطان ففي الجنوب، أي أن الصحراء اللي كندويو عليها كتبدا من السمارة لتحت حتى لموريتانيا. علاش؟ لأن بزاف كيتخلطوا ليهم يسحاب ليهم جهة كلميم ودنون داخلة في الصحراء. الصحراء المغربية كاينة في جنوب المملكة وعندها حدود واضحة مع جميع الجهات. في هاد التقرير غادي نحاولوا نهضروا على المكانة الاقتصادية ديال الصحراء المغربية في الاقتصاد الوطني المغربي. أولا الصحراء المغربية راه جزء مهم من التراب الوطني المغربي، وعندها موقع جغرافي زوين بزاف وثروات طبيعية كثيرة. منذ السبعينات الدولة المغربية دارت مجهود كبير باش تنميها، ولات اليوم واحدة من المحركات اللي كيعتمد عليها الاقتصاد المغربي. بالنسبة للبنية التحتية والاستثمارات الكبيرة، في هذه السنين الأخيرة الصحراء المغربية عرفت طفرة كبيرة في التنمية. تبناو موانئ كبار بحال ميناء الداخلة الأطلسي، وتوسعت الطرق اللي كيربطوا الجهات الجنوبية بباقي المغرب. الدولة صرفت ميزانيات كبار على التعليم، الصحة، الماء والكهرباء، وهذا الشيء خلى المستثمرين يجيبوا مشاريع ديالهم المنطقة سواء مغاربة أو أجانب. بالنسبة للثروة الطبيعية والقطاعات المنتجة، فالصحراء المغربية فيها خيرات بزاف بحال الفوسفات، السمك والطاقة المتجددة. منطقة بوكرة مثلا كتعتبر من أهم المناطق اللي كتستخرج منها الفوسفات في المغرب، والسواحل اللي كتمتد من طنطا حتى القويرة عامرة بالأسماك. وهذا الشيء خلى مدن بحال الداخلة والعيون تولي مراكز كبار للصيد وتصدير المنتوجات البحرية. بالنسبة للفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة والبنية التحتية، فبالرغم من الجو الصحراوي كاين مشاريع فلاحية حديثة كتستعمل السقي بالتنقيط والزراعة داخل البيوت البلاستيكية أو للسير. السياحة حتى هي تطورات، خصوصا في مدينة الداخلة اللي ولات مشهورة عالميا بالرياضة، ركوب الأمواج، بالشراع. ومن ناحية الطاقة، فالمنطقة عندها مؤهلات كبيرة في الشمس والرياح. هذا الشيء يدخل آه، في المخطط الوطني باش المغرب يدير انتقال طاقي نظيف. بالنسبة للأثر الاقتصادي والاجتماعي، الاستثمارات اللي دارت جابت منافع بزاف، من فرص شغل تزاد، الاقتصاد المحلي تقوى، ومستوى العيش ديال الناس تحسن. المشاريع الاجتماعية حتى هي ساهمت في التنمية البشرية باش كل سكان الجهة يستافدوا من خيراتها بشكل عادل ومتوازن. اليوم الصحراء المغربية ولات ركيزة مهمة في التنمية ديال المغرب، وعندها مستقبل كبير في مجالات الاقتصاد الأزرق والطاقة الخضراء. وبفضل الرؤية الملكية السامية، الجهات الجنوبية ولات نموذج للتنمية المندمجة والمستدامة، وكتساهم بقوة في تعزيز الوحدة الترابية وتقوية الاقتصاد الوطني.